صباح الفل عليكم. واتس بيهايند او whatever الشخص اللي هيشاركنا تجربته هنعرفه دلوقتي مع بعض، هي فرصة نتعرف فيها على غيرنا قدر يبتدي وينمي اللي بيعمله ازاي، ولو حابين ناخد نفس التراك نعمل ايه. تنويه كده على الماشي، التجارب دي تجارب شخصية تخص أصحابها، فهنحاول تكون مع ناس مختلفة وتجارب مختلفة، لعل وعسى تخبط في واحد شبهك، فيلا بينا. أنا اسمي موني محمود، مدير تصوير ومنتج، وأحياناً بخرج أفلام أو حملات إعلانية أو أي شغلانة فيها أكل عيش يعني، أو نحتاية زي ما بنقولها في السوق. لو عايز تعرفوا أكتر عني، أنا عملت حلقة عن تقديم الأفلام وإزاي ناخد بالنا من الأخطاء اللي بتحصل في صناعة الأفلام مع عمرو الزعيم. كنا عملناها من 3 سنين، فنحطها في الديسكريبشن، فأرجوك يا عمرو حطها في الديسكريبشن. أنا هتكلم عن الإنتاج في الحلقة دي أو في الفيديو ده. الانتاج بدأ معايا بالصدفة. انا كنت بمثل من فترة 2005 ل 2010. من 2010 او اخر 2009 بدأت اخرج افلام، فبالتالي من وانا صغير ما كانش حد بينتج لنا. معظم جيلي ما كانش حد بينتج له، احنا كلنا كنا بننتج افلام عن طريق جبنا الشخصي، او انا كنت وقتها عن طريق مصروفي، ان انا كنت بشتري شريط ميني دي في ب 25 جنيه، فكنت بحوش مصروفي عشان اشتري الشريط ونشوف لو احنا هنروح كافيه ندفع حق المشاريب وهكذا. فبدأت الانتاج بطريقة غير مباشرة، ان انا عايز افلامي اللي اخرجها دي فبنتجها علشان محدش هيدفع لي فيها فلوس. فبدأ الانتاج عن الطريقة دي معايا، وبالصدفة فيلم ورا التاني ورا التالت ورا الرابع. سنة 2012 بدأت اشتغل في اكتر من حملة دعائية لأكثر من مؤسسة وشركة وهكذا، وفي محافظات كتير. فبعدها وانا شغال في اللحظه دي كنت بصور. جات لي فرصه ان اعمل فيديو كليب كمدير انتاج في اسكندريه، وانا كنت وقتها ما بين اسكندريه والقاهره. انا اسكندراني بس كنت وقتها بروح القاهره كتير. رجعت اسكندريه عملت الفيديو كليب ده، والحمد لله كنت وقتها بشتغل شغل كتير وباخد فلوس قليله في اليوم ده. مازال بالنسبه لي عندي معزه خاصه ليه، لان اخدت وقتها في اليوم ده، انا ما اعرفش ازاي اخدت الرقم ده، اخدت تقريبا تعدى ال 2000 جنيه. بدات من اللحظه دي ادخل عالم الانتاج برضو بطريقه غير مباشره، مجرد كنت بساعد في الفيديو كليب ده. واعتقد لو انا متذكر هو فيديو كليب لفريق اسمه قرار ازاله، والاغنيه اسمها انا الكافر. اعتقد هي موجوده على اليوتيوب، ممكن نسرش عليها، كان مكتوب يعني اسمه في التتر. من اللحظه دي انا بدات اهتم شويه بالانتاج. بعد كده سنه 2013 رحت القاهره اكون مصور في احدى القنوات، ثم ارجع سنه 2014 اسس شركتي اللي انا كنت حاببها. خلاص انا حبيت الانتاج جدا، لان كنت شايف طول الوقت مديرين انتاج، منتجين فنيين او منتجين منفذين حواليا طول الفترات اللي فاتت، وحبيت اللعبه دي، وانا بالنسبه لي هي لعبه. وانا كمان كنت شاطر وانا صغير حتى الان يعني في الحسابات والرياضه، وطول الوقت كنت اما اروح درس يعني وانا صغير كنت على طول بقشط الاستاذ، يعني باخد منه جنيهات وانصاص. يعني كنت شاطر في المسائل وهكذا. الانتاج بالنسبه لي مش فلوس، هو عقل وتفكير وخطه. طبعا كل حاجه في الدنيا فلوس، ولكن بدون خطه استحاله تكون منتج شاطر. وده ملي اكتر عن المنتجين المنفذين او مديرين الانتاج وهكذا. كل الناس في فريق الانتاج من اكبر حد لاصغر حد لازم طول الوقت يفكر عن طريق الدراما. هي الدراما بتاعت الفيلم او المسلسل او الاعلان او ايا كان بتقول ايه وايه الانسب ليها في كل شيء، في كل الاقسام، في الديكور، في مدير التصوير. واحيانا كتير بقولها هروح اجيب استاذ احمد المرسي، ولا اروح اجيب استاذ عبد السلام موسى، ولا
هجيب مين مدير تصوير للشغلانه دي او للفيلم ده او المسلسل ده، ولا اروح اجيب مني، ولا اروح اجيب كذا وكذا وكذا. الحقيقه انا برد على الناس طول الوقت اقول له الاقرب ليك في رؤيته واقرب ليك لرؤيتك، انتوا الاثنين تكونوا متقاربين في الرؤى مع بعض، ويكون بقولها بالبلدي على طوب الشغلانه، يعني هو اجره يكون مناسب للشغلانه اللي احنا بنشتغلها. فالانتاج بالنسبه لي هو خطه. انا ما بشتغلش كتير في مسلسلات او افلام بتنزل سينما، انا طول الوقت او معظم الوقت بشتغل في افلام قصيره او افلام تسجيليه لشركات او اعلانات. اشتغلتش غير مسلسل واحد كان مع استاذ محمد ياسين واستاذ صفي الدين محمود، مسلسل اسمه المشوار، كان سنه 2022. كنت شغال مدير انتاج في المسلسل. انا من 2014 بنتج افلام، ومن قبلها بنتج افلام، بس من 2014 بقى ما بدات اسس شركتي بدات في رحله ان انا انتج افلام بشكل رسمي عن طريق شركتي. انتجت افلام كتير ما بين قصيره، ما بين وثائقيه، روائيه وتحريك انيميشن. وانتجت فيلم روائي طويل سنه 2015 14 15 لمحمد محمود اللي هو شريكي في الشركه. من اللحظات المهمه انك تعمل فيلم يكون فيه ريسك في ان انت حطيت خطه، انت الوحيد اللي شايف ان الخطه دي هتنجح، وبالفعل تنجح. عندي امثله كتير في افلام قصيره، يعني في فيلم حاجه ساقعه كنت انا مدير تصوير ومنتج، ومحمد معايا شريك انتاج اخويا في الشركه، وعمروش بدر هو المخرج. في لحظه احنا كان عندنا مشهد في الشارع زفه، والحقيقه ان فكرت انا ومع عمروش في وقتها ان احنا نصورها طبيعيه، يعني مش هنوقف شوتات، احنا هنسيب وان شوت. الفرقه المزيكا هي بتشتغل وان شوت، احنا هناخد وان شوت مزيكا شريط صوت، ولكن التقطيعات هي تحصل بسرعه جدا، والناس كلها من اول المشهد لغايه اخر المشهد هي بتعمل الحاجه اخراجيا. يعني عمروش عطيهم الاوردر يعملوه كله مره واحده، وانا بقطع مع عمروش بسرعه جدا. فبالتالي الزفه وقفت جزء من الشارع، ولكن ما وقفتش الشارع كله، والموضوع عدى وكانه فرح طبيعي. ده كان جزء ليه علاقه بالانتاج وجزء ليه علاقه بالتصوير. الفكره انك ازاي تتحايل على الامور، لان احنا في الاخر بنعمل افلام قليله التكلفه، ومعظم الوقت ما بيجيلناش تمويل لافلامنا، والمفروض لما يجي لنا تمويل هيكون بنتكلم على ان احنا بنكفر الميزانيه كلها للفيلم، ودي مش بيحصل طول الوقت. فاحنا في اللحظه دي هبدا اتكلم عن احنا لو عايزين ننتج فيلم ايه الخطوات او ايه المعايير اللي بتحصل، او ايه المنتجين اللي احنا المفروض نروح لهم. طيب انا معايا سيناريو، كتبت سيناريو، عندي مخرج للفيلم، بدأ يكون في فريق عمل. طيب لو حتى خطوة قبل ان انا عندي سيناريو ومعايا مخرج للفيلم، طول الوقت لو انا سيناريست وعندي مخرج للفيلم يكون شوية الموضوع افضل، بمعنى صح صاحب صاحبه، او احنا في ظهر بعض. لو في سيناريست ومعاه مخرج فالاتنين هيقووا بعض، هيبدأ يكون عندهم بروديوسر مش لازم، او المنتج اللي هو دلوقتي كمان في شغلانة اسمها بروديوسر، هو بيكون ظهر للعمل كله، وهو يكون احيانا في اكتر الاوقات بيكون قائد للمشروع. احنا نقدر ندور على تمويل، والتمويل ده لا يعني ان انا لازم ادور على منح بس. طيب التمويل ممكن يكون تمويل ذاتي، انا هدخل باجري، انا اجري جنيه، فانا هدخل باجري الجنيه ده اللي هو بيمثل مثلا 3 4 10% من الميزانيه. نبدا الناس كلها تدخل باجورها، ده جزء ما من الانتاج. فبيفضل جزء تاني ليه علاقه بان احنا عندنا لوكيشن بيتاجر او اماكن تصوير، عندنا ممثلين لو في ناس بتاخد اجور، او لو بيتقاضوا اجور فده جزء برضو من الميزانيه بنسب معينه. عندنا جزء ليه علاقه بالمعدات، فاحنا عندنا اجزاء كتير. طيب انا عايز معدات، اقدر اروح اعمل ديل مع مكتب، اشوف مين من اصحابي معاه معدات. ده جزء ليه علاقه ان انا عايز اعمل فيلم ومش لاقي تمويل، هبدا اشوف ايه الاماكن اللي جنبي، ايه الاشخاص اللي جنبي اللي عندهم حاجات اقدر استخدمها جوه فيلمي
مقابل ان هم ليه نسبه لو الفيلم اتباع او جاب ربح عن طريق جايزه وهكذا. في جزء تاني ليه علاقه ان البروديوسر يروح يلف على شركات ايا كان الشركات. ممكن على فكره انتج فيلم مثلا هو تكلفته اللي هو مثلا محتاج المعدات فقط، او محتاج زي مثلا 50,000 معدات على شويه اجور صغيرين على اماكن تصوير، دول اللي انا محتاج لهم مثلا. فمثال يعني انا ممكن اروح لاكتر من منتج اقول له مثلا ادعمني ب5000 او ادخل معايا شريك بال5000. ممكن يزيدوا ممكن يقلوا حسب الطريقه اللي بنتقدم بيها المشروع. ممكن اروح اقول لمكتب معدات هدفع نص المعدات والنص التاني شير من الميزانيه. ممكن اروح اجيب كراود فاندنج، يعني تمويل من اشخاص هم يتبرعوا ان هم يدوا فلوس للمشروع وبدون عائد، يعني مش هيرجع للناس دي عائد، هو مجرد تمويل بدون عائد. ممكن كمان بقى نروح لدلوقتي بقى عندنا لتاني سنة نادي اسمه نادي المنتجين المصريين. ده فيه عدد لا بأس به من المنتجين، حوالي 80 منتج. ممكن يكون في اللحظة دي المنتج ده يكون عنده فرص أخرى للتمويل، أبواب أخرى نقدر نفتحها وهكذا. فدي فرص كتير. الحقيقة إن إحنا المفروض نفضل نعافر علشان نعمل فيلمي أو يعني فيلمنا اللي احنا مهتمين بيه ومقتنعين بيه حتى لو بعد سنين. يعني انا شخصيا عندي كمنتج افلام كتير معيش فلوس ليها اعملها، بس انا حاببها ان انا انتجها، واحيانا بكون طمعان ان انا اصورها، طمع فني يعني اجرب فيها حاجه جديده، ولكن مش قادر ان انا انتج ده دلوقتي. فبدور لهم الافلام دي على تمويل، وعندي اكتر من مشروع في اللحظه اللي انا بتكلم فيها دي مع مخرجين، ما بين عنده عمل اول، ما بين عنده عمل فيلمين يعني، وما بين ما في ناس ما عملتش افلام قبل كده. بكون حابب اخد تجارب. اشتغلت مع مخرجين كتير كانت تجاربهم الاولى او الثانيه. من سنه 2020 بدات الموضوع شويه يكون احترافي اكتر في طريقه كمان انتاجي. انا بنتج بطريقه مختلفه. انا بشتغل، انا اكلي عيشي وكل شغلي في الانتاج او في التصوير في مجال الميديا والسينما. فبكون شويه فلوس فبنتج فيلم بيهم. من مؤخرا يعني من 3 سنين او 4 سنين بدا شويه انتاج في الانتاج، تفكيري يكون متغير. بدات يكون معايا شركاء في الانتاج، احيانا مخرجين، احيانا ناس اخرى. كل فيلم كان ليه لعبه في الانتاج بتاعته في طريقه خطته. عندي مثلا فيلم من الافلام هو اسمه هو ميت الان لطارق الشربيني. الفيلم ده كان كله متكريت واتحط خطته وميزانيته وكل شيء عن في اسكندريه، هيتصور في اسكندريه. الحقيقه قبل التصوير تقريبا من اسبوعين ل 10 ايام كده عملت اتصالات كده وقعدت افكر كتير. انا قررت انقل تصوير الفيلم من اسكندريه للقاهره. طيب نقلته، بس ليا مميزات وليا عيوب. كان عيوبي في اسكندريه اكتر بكتير من مميزات. ان انا في اسكندريه ما بشوفش بحر، ما بشوفش اي حاجه ليها علاقه باماكن في اسكندريه. ولكن وجودي في القاهره هو فرق معايا كتير. فرق معايا في اسعار المعدات اللي كانت هتيجي من القاهره لاسكندريه، لان وقتها ما كانش موجود المعدات اللي انا كنت محتاج استخدمها. تاني حاجه، انا صورت في اهم استوديو في الوطن العربي، استوديو مصر العريق. يعني الفيلم انا صورت جزء منه جوه الاستوديو، في الجزء الخلفي من الاستوديو، اخر الاستوديو، في المنطقه اللي ما فيهاش بنى، ارض فاضيه. كمان كان عندي جزء من الممثلين من اسكندريه. انا الحقيقه دول اللي اتكلفت بس ان احنا ننقل، لكن كانت الخطه بالنسبه لي ما عرفتش ان انا اعمله جوه الاسكندريه بسبب كثره التصاريح. توفير لحاجات كتير كنت انا محتاجها جوه الفيلم لقيتها في القاهره. والحقيقه ان البادجت ما علتش كتير جدا عن الطبيعي بالنسبه للفيلم. ده كان ريسك بالنسبه لي، ان انا كنت محضر كل حاجه في اسكندريه ولكن نقلت التصوير في فتره قليله جدا في القاهره. الحقيقه ان ما كانش في فريق انتاج كبير ينفذ معايا الفيلم. كنت انا حاطط الخطه وانا المنتج المنفذ والمنتج بتاع الفيلم، وكان معايا شريك انتاج طارق.
وكان عندنا بس مدير انتاج ومساعد انتاج واحد، وهم صغيرين سنا وصغيرين في الخبره. ولكن كنت انا طول الوقت بحاول اني اجرب ايه المشكله ان حد يتعلم انتاج او يبدا يخوض التجارب الانتاجيه بتاعته في فيلم قصير. وكان وقتها محمد عجمي هو مدير انتاج الفيلم وبيساعده عمر احمد. عمر كان عنده 18 سنه تقريبا وعجمي ما كانش يشتغل كتير في الانتاج. الحقيقه خدوا التجربه على الخطه اللي انا حاططها والحمد لله احنا نجحنا تقريبا. احنا الخطه كلها مشت كويسه، تاخرنا حوالي 3 أو 4 ساعات فقط عن الخطه اللي كانت محطوطه، وده ما كلفناش فلوس خالص. في افلام كتير عملتها كلها جواها خطط بتتنفذ بشكل ما الى حد ما كويسه، وفي احيانا الخطط ما بتكونش مناسبه لطريقه شغلي وطريقه الفيلم، فبنغير الخطط دي. واحيانا بستشير ناس. انا بالنسبه لي هي لعبه، الانتاج هي لعبه، هنحط جنيه هنا وجنيه هنا وجنيه هنا وجنيه هنا فنعمل الميزانيه، او احنا عايزين نعمل فيلم ببلاش خالص. فكل حاجه وليها ناتج في المستوى الفني وفي المستوى الدرامي. الحقيقه ان الفلوس بتفرق طبعا في كل شيء حتى في حياتنا الشخصيه، ولكن بنتحايل احيانا على الامور. شجره الانتاج بيكون اولها ممول، واحيانا هو بيكون هو نفسه المنتج، ولكن هنتكلم عن اللي بيحصل في الوقت الحالي في الافلام قليله التكلفه. بيكون في منتج، المنتج ده بيدور على تمويل، فاحيانا بيكون في التمويل ده ما بين التمويل ما بين ان هو منح او ما بين ان في ممول شركه ما هتحط فلوس جوه المشروع ولكن مش هو المنتج. بيبقى في منتج اللي هو بيقود المشروع من اوله لاخره، وانا بسميه بابا المشروع. هو الناس كلها بترجع له، ولكن مش بيرجعوا له في نقط فنيه. هو النقط الفنيه او الدراما وكل ما يخص المخرج فهو للمخرج. طيب ممول، منتج، مدير المشروع ده كله، تحتيه بيكون احيانا في الافلام القصيره في منتج منفذ او مفيش، زي ما بيقال في مصر ان هو المنتج الفني او الاساس ان هو المنتج المنفذ، اللي احيانا كتير انا بشتغلها في افلام قصيره الشغلانه دي بمقابل. يعني المنتج المنفذ بيجيب مدير انتاج، مدير الانتاج بيكون تحتيه مساعدين. دي السلسله بتاعه الانتاج. وفي من ضمن كرو الانتاج بيكون في لوكيشن مانجر، مدير الموقع، وده بيكون دور مهم جدا. يعني ممكن ابقى اقوله فيما بعد. طيب هو الانتاج او فريق الانتاج ده كل واحد وظيفته ايه؟ الحقيقه ان الخطه بتتحط عن طريق 2. في منتج منفذ ده او المنتج الفني، هو بيحط الميزانيه للمشروع كله على مدار مراحله. لا، هو احيانا بيجي في جزء التصوير بس، اللي هو احنا هنبدا تصوير وننتهي في مرحله المرحله دي. هو ممكن بس يجي للجزء ده. واحيانا بيجي المنتج المنفذ لكل المراحل، البري برودكشن والبرودكشن والبوست برودكشن، ما قبل الانتاج والانتاج، ما بعد الانتاج اللي هي المونتاج وهكذا. ولكن احيانا في المنح بيكون كل الشغل اللي ليه علاقه بالميزانيه هو البروديوسر هو اللي بيحطها، لان بيكون فيها ارقام كتير جدا ومراحل كتير جدا. مرحله التطوير دي بتكون فتره زمنيه طويله فبيكون ليها ميزانيه مختلفه. ومرحله بقى المنتج المنفذ بيجي في انهي مرحله؟ بيجي في مرحله التنفيذ. طيب جاء المنتج المنفذ في التنفيذ، هو بيشتغل على ان هو بيعمل ميزانيه باقل عدد ايام ممكنه علشان يوفر في الميزانيه، ويحاول طول الوقت يدي الناس حقوقها الطبيعيه، ولكن يكون في الميزانيه او في اطار الميزانيه المحطوطه. هو الحقيقه اي منتج منفذ بيكون عنده مهمه داخل نفسه ان هو يعمل الفيلم في عدد الايام المحطوطه في ضمن الميزانيه وما يخرجش بره الميزانيه، وده بيكون نجاح من منتج منفذ لمنتج منفذ تاني. مدير الانتاج بيساعده ان هو ينفذ بقى على ارض الواقع. احنا عايزين المخرج بقى المخرج المنفذ بيطلع اللوكيشن اللي احنا عايزينها، فمدير الانتاج عليه ان هو يوفر مقترحات مثلا لشقه،
مقترحات لمصنع، مقترحات لشاطئ مثلا نصور عليه وهكذا. لو احنا بنصور في صحراء احنا عايزين اكل وميه وبوفيه وعايزين حمامات، لان طبيعي في عدد كتير من الافراد هيحتاجوا ان هو يدخلوا الحمام في صحراء. كل الحاجات دي بيكون كرو الانتاج مخصص ان هو يجيبها، كل واحد بيمسك جزء يشتغل عليه، لان بيبقى فيه تفاصيل كتير جدا. تنقل الناس من مثلا مكان احنا ناخدهم مثلا مثلا لو احنا بنصور في القاهره هناخدهم من التحرير هننقلهم مثلا الحزام الاخضر، هننقلهم 15 مايو. كل وسيله المواصلات دي كلها بتكون مسؤوليه الانتاج. في المسلسلات او الافلام الكبيره بيكون حد مسؤول عن التنقلات، حد مسؤول عن اللوكيشن، كل شخص وليه وظيفه جوه الفريق وجوه التصوير. الحقيقه احنا الكرو الانتاج هو اللي ان هو ليه ان هو يتفاوض مع الممثلين، يتفاوض مع مدير التصوير، يتفاوض مع كل الناس على الاجور ويمضيهم العقود عن طريق الشركه المنتجه. كمان مرحله اللوكيشن دي احيانا كتير بتكون صعبه حسب المخرج وحسب رؤيه المخرج على السيناريو وتفاصيلها. احيانا كتير ما بيكونش لاقيين التصور والمخرج ده، فبالتالي بنلجأ احيانا للبنى او بنلجأ لبنى الديكور عن طريق ان احنا عندنا مثلا شقه بنصور فيها مثلا 50 مشهد، فوجودها ان هي شقه في منطقه في شارع في مكان حيوي ده بيكون احيانا فيه صعوبه، فبيبنوا اللوكيشن ده. انا كان عندي فيلم ببني صوان اللي هو شادر عزا، كنت انا محتاج ابنيه، فينفع كنت ابنيه في اي شارع. الحقيقه لا، انا كنت عايز ابنيه في منطقه هاديه ما يكونش فيها ناس، فرحت استوديو مصر بنيت اللوكيشن ده علشان اعرف اصور براحتي بعدد ساعات براحتي، يكون في اصوات براحتي احنا نطلعها بس تكون جوه الفيلم، يعني اكون مسيطر على اللوكيشن. عندي بقى دلوقتي انا شغال على فيلم كرييتيف دوكيومنتري طويل بقالي 3 سنين. الحقيقه ان بقى طريقه انتاجه مختلفه تماما، بتعلم فيه انتاج بطريقه مختلفه لان عدد كرو بتاعه قليل، ولكن عدد ايام تصويره كتير على عدد سنين كتير بميزانيه مختلفه كبيره. في ظل وانا بنتج الفيلم ده انا بعمل حاجات تانية كتير اكل عيش، لان انا بنتج فيلم طويل وفي نفس الوقت احنا طبيعي عايزين نعيش في ظل الاسعار اللي بتغلى يعني، فبالتالي عندي وقت ان انا اعمل حاجات تانية كوميرشال. نرجع تاني لموضوع الكرو الانتاج ده. الحقيقه اهم ما يميز اي فريق عمل في الانتاج بالذات لانه بيتحملوا ظروف صعبه كتير، اوقات شغل كتير، احنا ما عندناش اوقات محدده. الحقيقه ان فريق الانتاج بيجي قبل اي حد في التصوير، يعني لو ميعاد حضور الساعه 6 احنا بنكون في اللوكيشن من الساعه 4 او ما قبل كده حسب عدد عربياتنا وهندله اللوكيشن، وبنمشي بعد التصوير تقريبا بساعتين عقبال ما كل العربيات تمشي، الكرفانات او حسب حجم انتاجنا. وطول الوقت فريق الانتاج هو عليه الضغط ان هو يوفر كل شيء جوه اللوكيشن، ان يكون اكني قاعد في بيتي، في كل ما يحتاجه اي فرد الى حد ما. يعني اكيد الدنيا مش وردي وجنه يعني. ففريق الانتاج طول الوقت احيانا يعني بيتطلب فلوس كتير بسبب ضغطة الشغل عليه وضغطة الميزانيات وتقفيل يوميات وهكذا حسب يعني حجم العمل. الحقيقه مش عارف كمان على سكيل صغير، على سكيل صغير الافلام القصيره احنا عندنا فتره تحضير على السيناريو. هو كل ما قرانا او كل ما قرينا السيناريو كويس كل ما هنطلع بمعطيات، وكل ما ذاكرناه كويس كل ما هنفهم ممكن ايه العيوب اللي تحصل في التصوير. يعني ممكن مثلا وانا بقرا السيناريو اخد بالي ان هنا نهار وهنا ليل، في اللحظة دي المخرج يقول لي أنا عايز أصور الفيلم طبيعي. يعني أحيانا كتير كنت أصور من أول 6 صباحا علشان يفضل معايا النور لغاية 6-7 مساء،
ونبدا ندخل في مشاهد الليل، وده طول الوقت بيحصل في الافلام القصيره، بس لازم ناخد بالنا من التوقيت ودخول النور ازاي. يعني احيانا طبعا دي لعبه مدير التصوير يعني في النور وهكذا، ولكن لازم ناخد بالنا احنا كمان في الانتاج في كل شيء. لو انا مخرج بخرج افلامي وبنتج افلامي، استعين بحد يكون مسؤول على الجزء الانتاجي، الاكل، الشرب، التنقلات. بلاش المخرج في اول حياته انه يعمل كل حاجه في الفيلم. الحقيقه انه بيفقد جزء كبير من تركيزه في الاخراج وتوجيه الممثل والكادرات وهكذا، ان هو جوه الانتاج. وده كتير من الناس بتقع في النقطه دي. احيانا كتير ممكن اجيب حد عنده شويه خبره في الانتاج صغيره واديله فلوس، هطلع فلوس زياده شويه من عن الميزانيه اللي انا حاططها، ولكن هيفرق كتير ان هو يشيل عني مسؤوليات كتير ليها علاقه بالانتاج. دي حاجات بتفرق كتير جدا. لو بصور في الصيف اكون احاول اهندل الدنيا ان ليها علاقه بان الميه تكون ساقعه، الناس تكون مرتاحه. كل ما الناس ارتاحت كل ما هيدوني شغل وهيحبوا الشغل معايا. الحقيقه ان الموضوع كله له علاقه بان احنا فريق واحد. اتكلمنا كتير عن الانتاج بشكل عام وطلعت من موضوع لموضوع وهكذا، بس هتكلم عن 3 مشاريع مؤخرا عملتهم. فيلم عزيزتي ورد للمخرج مروة الشرقاوي، وفيلم لم ابكي غنى لمحمد محمود، وفيلم هو ميت الان لطارق الشربيني. وهقول مختصر يعني ايه اللي كان بيحصل في كل مشروع من اوله لاخره. فيلم هو ميت الان تقريبا طارق كلمني سنة 21. هو الحقيقة كان طارق مشارك في مهرجان اسكندرية الفيلم القصير، وانا كنت مدير الفني وما كنتش اعرفه خالص، وشفت الفيلم وعجبني والفيلم اتعرض. ثم بعديها طلع ان هو كان عارفني مدير تصويري يعني ومنتج من خلال فيلم حاجة ساقعة سنة 2017. فضل عارف كل ده وذاكرته كويسة. كلمني كان عايزني على فيلم هو ميت الآن مدير تصوير. الحقيقة قابلته شهر 6 أو 5 أعتقد في القاهرة، قابلته على الفيلم وقريت الفيلم. الحقيقة كان عندي رغبة إن أصور الفيلم بالتأكيد ووافقت عليه، وكان عندي رغبة إن أنا أنتج، ولكن ما تكلمناش في جزء ليه علاقة بالإنتاج. هو كل حاجة قلتها له عن الفيلم إن هو عجبني ولكن محتاج يتم تطويره من خلال السيناريو. الحقيقة بعد فترة قليلة خالص بدأنا نتكلم إن أنا أكون مع منتج في الفيلم، ولكن مش هكون المنتج الأوحد. هو كان في الحقيقة عايز ينتج الفيلم ده هو من الأساس، فقلت له شوية الفلوس اللي معاك على شوية فلوس من معايا ونبدأ نعمل فيلم يكون كمان أكثر احترافية من اللي كان متوقعه على البادجت اللي هو كان حاططها. الحقيقة بدأنا الرحلة أنا وطارق وأحمد حافظ. أحمد حافظ مطور مع طارق في السيناريو، ومؤخرا كان هو مساعد مخرج مع طارق. بدأنا الرحلة ان احنا نقعد نطور الفيلم. كان تقريبا 30 صفحة، وصل بعد كده ما يقرب من 10-12 صفحة. الفكرة مش في عدد الصفحات، الفكرة ان احنا قعدنا نفكر كل مشهد درامي ازاي بيقول ايه قبل وبيقول ايه بعد ووجوده عامل ازاي. قعدنا نطور في السيناريو كتير، وهو ده اساس اي فيلم، لان وده اساس العمارة. يعني الفيلم ده عبارة عن عمارة، هو اساس العمارة. الجزء اللي تحت الاساسات بتاعه العماره لازم تبقى كويسه علشان تطلع العماره. فالحقيقه ان احنا قعدنا في اساس السيناريو ده نقعد نشتغل عليه كتير، وفي كان جزء ليه علاقه بيا كمنتج اشتغلت مع طارق عليه برضو في الكتابه. اللي احنا ايه اللي ينفع نشوفه في الفيلم ده من ثقافتنا ما تكونش حد شافها قبل كده من اي حد في العالم، او حاجه جديده ما اتشافتش حتى للمصريين. فده جزء ليه علاقه باننا قعدنا اشتغلنا وهو كتير ونفكر جوه كل مشهد ايه اللي ممكن نشوفه من خلال الصورة والديكور. فده انضم الينا منسقة المناظر اسماء خالد. وقتها قعدنا بقى نفكر كتير. قعدنا كان مثلا المشهد الاول كان كل الحوار بيحصل في مقابر بعد ما تم دفن الشخصية الرئيسية في الفيلم، فبيبدأ حوارات خارج المدفن. الحقيقة قعدنا نفكر كتير. كان عندنا مشكلة ليها علاقة بان احنا عايزين نجيب تصاريح واحنا ما عندناش فلوس كتير، وعايزين في نفس الوقت نقول
كلام وحوارات دراميه او اللي هيتبنى عليها الفيلم. فقعدنا نفكر كتير كتير كتير. كان طارق ميال بقى بعد ما قعدنا نفكر، فقلت له طب ما تيجي نروح ما بعد الدفن، بس كله بيتكلم الفيلم مشهد كله بيتكلم ما بعد الدفن. فقلت له ما بعد الدفن ده يروح لحاجتين، ما بين ان هو دار مناسبات اللي هي بيحصل فيها العزاء، او شادر اللي هو الشادر اللي بيتم بناؤه في الشارع. فقلت له في الطبقه المتواجده دي من الفيلم وجهه نظري ان هو شادر. الحقيقه كان طارق شايف ان هي دار مناسبات اللي هو زي قاعه، والحقيقه ان انا اصريت يعني على وجهه نظري بعد بقى اقناعه. قعدنا نروح ونيجي كتير، ديبيت كتير في ان احنا نتكلم على الشادر. والحقيقه ان اقنعته ان الشادر هو ليه علاقه بالمجتمع ده والفئه من المجتمع دي، وكمان احنا ما شفناش شادر كتير غير في افلام كوميديه او ما شابه كده، واحنا صورناه الحقيقه بطريقه مختلفه. ده كان التشالنج عندنا، وان احنا نقلنا الشادر من ان احنا نصوره في اسكندريه نصورناه في القاهره، فبالتالي نقلنا كل الفيلم من اسكندريه للقاهره زي ما قلت قبل كده. بدانا بقى ندور على ممثلين. كان هو شايف ممثل محمد الجداوي في فيلم تاني اسمه عزيزتي ليلى. بدأنا نكلمه، وبدأنا يقترح عليا شوية أسماء ممثلين زي أستاذ نبيل نور الدين من اسكندرية، أستاذ أحمد حسني من اسكندرية. فبدأنا نبدأ نسكن الناس، بدأنا نشوف مين عايزين مهندس صوت. طب مهندس صوت ده عايزينه يطلع لنا شريط صوت عامل ازاي، يعني هنسجل ايه علشان يطلع شريط الصوت ده عامل ازاي بعد كده. فكلمنا محمد الخولي ميدا ان احنا نشتغل على الفيلم. بدأت الرحلة. احنا كنا 3، بدأنا شوية نجيب ديكور، صوت، ممثلين، انا مدير التصوير، فوكس بولر. بدأ الهرم بقى يتكون بأكمله علشان يطلع منتج. الحقيقة واحنا شغالين طول الوقت احنا بنفكر في كل حاجة. يعني اتكلمنا في الاول على السيناريو، بنتكلم على شريط صوت، بنتكلم على صورة، ازاي تؤدي لدرامة الفيلم. الحقيقة من الاساس بقى كان عندنا فكرتين، فكرة ليها علاقة ان احنا عايزين نعمل كل مشهد وان شوت، وفكرة ان احنا عايزين نعمل الفيلم 4:3 مربع، ويكون ابيض واسود. والفكره بقى كانت عندي انا شخصيا ان انا عايز اعمله ابيض واسود من الاساس. كنت عايز اجرب، والحقيقه احنا بنجرب في كل حاجه في مشاريعنا، يعني نقعد نجرب. فابتدينا نمشي في الرحله. الحمد لله معظم الحاجات كانت اتصورت زي ما احنا عايزين ما عدا مشهد يعني، وطارق تدارك ده في التصوير، وعدلنا شويه حاجات ليها علاقه بالديكوباج او الستوري بورد يعني. والحمد لله الفيلم طلع بشوية خسائر أو شوية إضافات في الميزانية الصغيرة عن اللي كان متوقع، ولكن في الآخر الفيلم كان على المستوى الجيد اللي ينافس بيه في أي مهرجان نقدر ندخل. في المرحلة بقى خلصنا الفيلم عايزين نقدمه في مهرجانات. احنا لغاية اللحظة دي الفيلم تعدى 25 مهرجان. الحقيقه ان في حاجتين، في حاجه ليها علاقه بان الفيلم لازم يكون جيد من كل النواحي، هي كل الاقسام بتؤدي لبعض ان الفيلم يطلع جيد. تاني حاجه وهي الميزانيه بتاعه التسويق. الحقيقه ان احنا لازم نكون حاطين ميزانيه كويسه للتسويق، لانه معظم او 90% من المهرجانات بيكون ليها فيز او رسوم ان احنا نقدم للمهرجان، وده ما بيقلش عن $10. مش هنحسبها بالمصري، هنقولها بالدولار عشان التضخمات وما شابه كده. انا عارف ان احنا طول الوقت بندور على ان احنا نعمل فيلمنا، ولكن الاساس ان احنا نحط برضو من ضمن ميزانيتنا من الاول ان احنا عندنا رقم ان احنا نسوق بيه الفيلم علشان نقدر نروح بيه مهرجانات. الحقيقه ان انا في اللحظه دي انا وطارق احنا خلصنا فلوسنا ومش قادرين نوزعه اكتر من كده ماديا، ولكن احنا الحمد لله حصلنا 3 جوائز ومنشن، وراح اكتر من 25 مهرجان. الحقيقه بقى بيجينا فيدباك كتير من مهرجانات في العالم. مؤخرا كسبنا لجنه تحكيم في مهرجان القدس للافلام العربيه، وكسبنا جايزه في ايطاليا وهكذا. هتكلم عن مشروع تاني. المشروع هو عزيزتي ورد. عزيزتي ورد كان منحة
ب50,000 متقدمة من UNFPA في مصر، واكتر من جهة تاني بتشارك نفس المشروع بيتكلم عن ختان الاناث. احنا عايزين نعمل فيلم عن ختان الاناث. الحقيقة ان المشروع جالي في الاول عرفته يعني عن طريق احد الاشخاص الاصدقاء من داخل المؤسسة، عايزين يعملوا افلام عن ختان اناث ببادجت 50,000. في اللحظة دي أنا معايا شريكة بقى مروة الشرقاوي، المخرجة مروة الشرقاوي، شغالين على مشروع كرياتيف دوكيومنتري. بدأت إن أنا أقترح عليها إن إحنا نعمل فيلم روائي أو تسجيلي بيتكلم عن ختان الناس في فترة زمنية قليلة. الحقيقة كانت هي عملت مع عمرها ما عملت أفلام روائية، فبدأنا نشتغل على عزيزتي ورد ان احنا بدأت تكتب سكريبت ونطور السكريبت. كان دكتور وائل صابر بيطور معاه السكريبت وبنطور الانتاج وهكذا، وبدأنا ندخل في المراحل برضو. بس هو كان يوم واحد وشوية، البروسيس الانتاج فيها اسهل من فيلم هو ميت الآن وهكذا. صورناه كمان قبل هو ميت الآن، تصور سنة شهر 10/21، وهو ميت الآن اتصور 2/22. بدأنا ندخل في مراحل الإنتاج. كان في صعوبة شوية إن مروة نفسها تصور الفيلم جوه شقة بيطل على البحر في اسكندرية، والحقيقة إن عدد قليل قوي من الشقق اللي بتصور اللي يعني الناس بتوافق إن يتم التصوير فيها بتكون على البحر. الحقيقة يعني الحمد لله عرفنا نجيب شقة ومناسبة. بدأت روان منسقة المناظر تدخل الشقة تعمل الديكور باتفاق مع مروة. بدأنا تحضيرات ديكور، تصوير، كنت أنا مدير التصوير برضو. بدأنا نتكلم في كل الأشياء، الصورة، الألوان احنا عايزينها، الألوان الدرامية إيه وهكذا. فبدأنا نشتغل لأن هي في مرحلتين من الزمن في الفيلم. الحقيقة إن هو الفيلم 10 دقائق 11 دقيقة، ولكن في تفاصيل كتير. هو كل شوت فيه تفاصيل، في ديكور، في اكسسوار، في صوت، في كل شيء نقعد نتكلم فيه وتفصيليا. أنا بحب الفيلم ده. الفيلم ده احنا كان معانا 50,000. الحقيقة إن الفيلم اتكلف أكتر، ومن أول لحظة أنا كان وقتها قلت لمروة وقلت للمنحة إن احنا هندخل شركة في الإنتاج، شركة أليكس فيلم اللي هي شركتي، ان انا ادخل شريك في الفيلم لان الفيلم كان عاجبني بامانه. ومروه عملته بطريقه ذكيه جدا ان هي تقدم القضيه، ولكن بدون ما نخوض في تفاصيل كتير من القضيه، ولكن عرضتها بشكل عميق بدون تجريح، بدون ما ندخل في تفاصيل عميقه جوه الموضوع. مش عارف اشرح النقطة دي ولا لا. يعني الحقيقة الفيلم خلص، وكان هو مجرد عايزين نعمل فيلم من الاساس للمؤسسة. الحقيقة لا، اخدنا الفيلم لحتة ابعد. الفيلم تقريبا راح في اكتر من 20 مهرجان، كسبنا اكتر من جايزة ومنها جوائز مادية، فرجع عائد عليا انا كمنتج مشارك للفيلم، رجع عائد لمروة اللي ما خدتش اجر واتبرعت بيه علشان نعمل الفيلم في الاساس. فطول الوقت احنا بنعمل تجربة وبنعمل مشروع. المشروع ده مش لازم نعمله محترف 100% في العالم كله، ولكن هو احنا لازم نجرب. احنا هنفضل لغاية ما نموت نجرب، ولازم نحاول. والفشل ان احنا نبطل نحاول. هنفضل نحاول في افلامنا، في مشاريعنا اللي احنا مصدقينها واللي احنا شايفينها حقيقية ولمسانة جوانا. عندي مشروع اخر بقى كان مشروع تونسي، تمويل تونسي ومنتج تونسي. اشتغلت مع مخرج يعني كان هو مرشحني للمنتج ان انا اشتغل منتج منفذ. الحقيقة انا اشتغلت فترة طويلة على الفيلم، ثم قريت مرة اخرى السيناريو، فاتناقشت مع المخرج بعد ما حطينا كل تفاصيل، فسألته على مشهد معين، سألته عليه بالتفصيل. فكان المشهد ده فيه حاجات بالنسبة لي مش مقبولة، والحاجات دي لا يعني أخلاقية أو ما شابه كده، حاجات معينة يعني مش حابب أتكلم فيها وقتها. أنا كمنتج منفذ، أنا اللي بنفذ الفيلم في مصر، رجعت للمنتج وشرحت له كل الموقف علشان يكون اخد باله، بما اننا انا والمخرج مصريين هو لازم يكون فاهم، لان هو حاطط فلوسه جوه الفيلم ده.
ووقتها عملنا مناقشه احنا الثلاثه عن المشهد ده، والمخرج اصر على رؤيته، هو الكاتب. في اللحظه دي المنتج قال لي ان هو مش حابب يكمل الفيلم مع المخرج ده، في يعني عقد في السيناريو ان هو خلاص اخد حق السيناريو. فاللحظه دي هو المنتج من حقه السيناريو، فالمنتج الحقيقه طلب مني تغيير المخرج اللي هو كاتب السيناريو. الحقيقه يعني بما اني صانع افلام وفنان زي اي حد يعني متواجد، انا رحت قعدت مع المخرج اكتر من مره وحاولت ان احنا نتكلم في تفاصيل ليها علاقه بان المنتج جاي يعمل فيلم بطريقه معينه بفكر معين، وهو عايز الجزء ده مش ما عندوش ابعاد تانية ليها علاقه بسياسه بالدين بكل ما شابه الجزء ده. فالمخرج كان رافض ومصمم ان هو لازم يخرج الفيلم بطريقته دي. وقتها المنتج عملنا كذا قعده وقرر انه في العقد معايا انا وهو كمنتج منفذ في مصر ان هو نلتزم بشروط العقد، ولازم نغير المخرج، ولازم بعد ما يتم تغيير المخرج نصور في اليوم المحدد جوه العقد. والحقيقه ان كان ما بين ان المخرج يمشي ومخرج تاني يجي كان في اقل من 48 ساعه او 72 ساعه 3 ايام. في اكتر من مخرج كان مرشحين قروا في كتير، كل المخرجين رفضوا العمل في كتابته يعني، او كانوا عايزين يطوروا. جاء مخرج عايز يطور السيناريو. الحقيقه كان عندي بقى مهمه تانية ان احنا نصفي مع المخرج القديم كماليات وورقيات، وان يجي مخرج تاني والمخرج التاني جاي بشويه شروط ليها علاقه بان هو قرا السيناريو عايز يطوره. في الجزء ده كان عندي صعوبه ان تقريبا 48 ساعه ما نمتش، لان جاء مخرج جديد بيغير في جزء كبير من الرؤيه. جبنا له كاتب سيناريو طوروا السيناريو خلال يومين كاملين ما بيناموش، هم قاعدين بيفكروا في السيناريو، يرجعوا ليا انا والمنتج او الممول للمشروع نعدل معاهم وهكذا. فبدانا نشتغل فريق عمل على الموضوع ده. كمان كان في ديكور وفي اماكن متاجره يعني زي شقه ان احنا عاملين فيها ديكور واستوديو. فبدا المخرج يطلب تدخلات اخرى ليها علاقه بالاكسسوار والديكور. الحقيقه كان عندي بقى تشالنج جوايا ان انا افضل محافظ على الميزانيه اللي انا حطيتها ومكتوبه في العقد. والحقيقه الحمد لله لغايه اخر لحظه مفيش حاجه زادت في الميزانيه، وخلصنا الفيلم. كان محطوط له 3 ايام تصوير، الفيلم خلص في 2.5 يوم، وما تكلفناش اي فلوس زياده غير حق المطور السيناريو او السيناريست اللي جه غير في بعض المشاهد صغيره جدا. والحقيقه ان الفيلم خلص في وقت زمني قياسي بالنسبه ان احنا صورنا في 2.5 يوم، خلاص بعديها تقريبا في اقل من شهر مونتاج والوان ومكساج. والمنتج وهو مسافر اخد نسخه عمله واخد هارده. وانا داخل المشروع ده ما كنتش حاسب ان ممكن يحصل 1% خلاف على اي شيء، وكنت حاسب very low budget للمشروع، وما كانش عندي براح او عندي فلوس زياده خالص متامنه. فضلت محافظ على ده. احيانا بنيجي بقى على بعض شويه، نوفر في البريك، نوفر ان انا ممكن اتنازل على جزء من اجري وهكذا. الحمد لله ان في الاخر منتج جه مصر عمل فيلم ورجع بلده، وفعلا يكلمني تاني يقول لي انا سعيد ان انا عملت الفيلم ده. وهو بالنسبه لي هو مستثمر جه صرف فلوس داخل مصر ما بين معدات ممثلين، كل الاقسام اخذت فلوس. في الاخر ده استثمار ان هو عمل مشروع ومشى رجع بلده. ففي يوم من الايام هكون بستثمر مره اخرى مع منتج تاني بنفس الامانه اللي انا شفتها. ان انا في اللحظه دي كنت لازم اكون امين مع المنتج، ان انا افهمه بعض الكلمات او بعض المواقف اللي مكتوبه في السيناريو، لان اللي حسيتها ان هي مش وقتها، ان المخرج مش عارف المعنى ليها داخل السيناريو. فشل ان ابطل احاول،
اهتم بكل تفصيلة داخل العمل بتاعي. احاول اشوف الناس الملائمة واللي انا مستريح لها داخل مشروعي. ما كنش متسرع في اي خطوة اخدها الا لو الخطوة دي فعلا هي مهمة جدا. احاول طول الوقت ان اكتشف نفسي واكتشف صانعين داخل الفيلم جدد في كل الاقسام. اجرب احط لنفسي خطط لكل مشروع، خطة خطتين 3 افكر جواهم. يكون عندي شبكة معارف. انا في لحظة ممكن اروح اصور فيلم في بورسعيد، ممكن اصور فيلم في اسوان. الحقيقة انا مريت بده كتير، فان يكون عندي فريق في كل محافظة او صانع افلام، مخرج، سيناريست، مصور، مهندس صوت، ده كتير بيفتح معانا شغل، بيفتح معانا ان يكون عندي في كل محافظة فنان اقدر ان انا استشيره في اي شيء. الحقيقة انا ممكن استشيره لو حد مثلا بيتكلم على النيل، فممكن استشير حد يكون عايش قريب من النيل. لو انا بتكلم عن الزراعة فممكن اكلم مش عارفة مثلا عمرو في اسيوط اللي هو عايش عنده ارض زراعية. استفيد كل المعلومات احنا بنستفيد منها. انا حقيقة طول الوقت بحب اقرا كتير عن اي موضوع، في بوست عن المية، عن الزراعة. احيانا ده كتير بيفيد. يعني في مرة جات لي اسئلة ليه علاقة بان انت اسكندراني هتحب تاكل سمك ايه، او ايه السمكة اللي انتم مشهورين بيها تحبوها، وهكذا. يعني احيانا ده بيكون متطلب جوه السيناريو، فنحاول ان احنا نكون عندنا ملمين بكل المعلومات، او في كل قسم يكون عندي المعلومات الكافية ليا اللي اقدر ابني عليها فيلم وميزانية وتفريغات. الحقيقة ان التفريغات دي جزء مهم جدا في اي عمل. التفريغات دي اللي بتديني معطيات ابدا احط فيها ميزانية. اتمنى التوفيق لكل الناس. خدوا بالكم من السيناريو ثم السيناريو ثم السيناريو. ناخد بالنا من الخطة الانتاجية، وناخد بالنا من جميع الاقسام ان يكون عندي صورة جيدة ملائمة للتكنولوجيا المتطورة اللي احنا عايشين فيها دلوقتي، وصوت جيد. لان معظم دلوقتي السينمات او المهرجانات في العالم بيعرضوا سينمات بيكون يا دولبي يا ستيريو، فنحاول طول الوقت يكون الصوت عندنا جيد. الدولبي اللي هو 5.1 او 7.1. فطول الوقت نحاول ان نطلع مشروعنا بافضل شيء ممكن، وبعد ما نطلع مشروعنا يكون عندنا فلوس نقدر نسوق بيها الفيلم. لان لو عملت مشروع جيد هو هيفضل جيد من وجهة نظري، لانه هيكون وقتها محطوط في الهارد او في الدرج، مش هيطلع للناس. وكمان نقدر ان احنا لو معيش فلوس للتوزيع، اقدر ان انا اشوف شركات في العالم كله او في العالم العربي ان هم يوزعوا لي فيلمي بمقابل جزء من ارباح لو في جوائز، او لو تم بيعه او عرضه في منصات. ده كمان فرصة كويسة ان احنا نقدر نوزع بيها فيلمنا. ده طبعا هيرجع لحسب قوة الفيلم من وجهة نظر شركة التوزيع. اتمنى كل التوفيق لكل الناس، وان احنا ننتج افلام كتير ونرجع رائدين بعدد افلامنا القصيرة. الحقيقة ان احنا عاملين طفرة في المهرجانات في العالم كله، في كليرمون، في كان. الحقيقة عاملين شغل هايل كصناع افلام قصيره. سامح علاء، مراد مصطفى، يوسف نعمان، عمروش 2017، استاذ عماد مبروك، استاذ سعد هنداوي، كل اجيال كتير، استاذ مروان حامد. كل الناس دي شاركت في مهرجان زي اسمه كليرمون فيرون، ده اهم مهرجان في العالم للافلام القصيره. في مخرجين كتير، يعني اكيد نسيت ناس كتير رائدين في الافلام القصيره. الحقيقه ان احنا محتاجين ان احنا كمان ان يكون عندنا اكثر انتاجيه للافلام القصيره، لان اليومين الجايين هو بتاع الفيلم القصير. احنا كان عندنا طول الوقت مسلسلات 30 حلقه وال600 وهكذا. دلوقتي بدا ان يكون ال30 حلقه تبقى 15 دلوقتي في نتفليكس
وفيو وشاهد وهكذا وواتشت بدأ يكون في الجزء بتاع الحلقات ال8 هيبدأ يكون في الفيلم يرجع تاني الساعة ونص اللي فيه حدوتة صغيرة سريعة في قعدة واحدة. والمسلسلات القصيرة فعليا هتروح للأفلام القصيرة بعد كده. الفيلم القصير هو صناعة لوحدها خاصة بذاتها وصناعة مهمة، والحمد لله معظم المهرجانات في العالم يعرفوا الفيلم المصري كويس جدا، وطول الوقت بنحصد جوائز في جميع القارات في جميع المهرجانات على مر الأجيال مع حفظ الألقاب لكل الأساتذة اللي عدت علينا. محتاجين نشتغل أكتر، نطلع أفلام بجودة جيدة. خلاص بقى عندنا الكاميرات بقت سهلة نصور بيها، كل الكاميرات بقت متاحة بأسعار مناسبة لكل الناس. لو حد محتاج أي نصيحة أي استشارة أي حاجة هكون سعيد إن أنا أخدم بيها صناع الأفلام القصيرة وصناعة السينما اللي حببتنا في كل حاجة في الحياة. شكرا ليكم، أتمنى لكم صناعة جيدة وممتعة ليكم. وبكده نكون خلصنا تجربة النهاردة، ونشوفكم في تجارب تانية قريب.